أوصل صوت كردي سوريا إلى المحافل الدولية، حمل المشروع القومي الكردي فواجهه بككي وأفرعه بالترهيب. يعتبر المجلس الوطني الكردي في سوريا والذي تأسس في 26 من تشرين الأول 2011 الممثل الشرعي الوحيد لكردي سوريا في المحافل الدولية. لذا أحرق بيد مكاتب المجلس والعلم الكردي، اغتال واختطف قياديه وأعضائه. وللمرة الثانية وبالرغم من ضمانات الجانب الأمريكي، منع مسلحو بيد المجلس من عقد مؤتمره الرابع في 14 من تشرين الأول المنصرم في قاعة زانا بمدينة قامش. فأعلن المجلس مؤتمره في مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا بمدينة قامشلو، ليتم لاحقا اختيار الهيئات والأعضاء وفق آليات المجلس. خرج المجلس من اجتماعه الختامي للمؤتمر الرابع وهو أكثر ثباتا على خطه القومي، مطالبا من بككي وتركيا عدم اتخاذ كردستان سوريا ساحة لتصفية الحسابات، ليخرج مظلوم كوباني ويكذب على العلن مدعيا أن المسلحين الذين منعوا المؤتمر تحت تهديد السلاح كانوا هناك لحماية المؤتمرين. وتستمر محاولات مسؤولي بيدي لوأد الحياة السياسية وإفراغ كردستان سوريا وتغيير ديمغرافيتها وفقا لاتفاقيات بكك الأمنية مع نظام الأسد، ليبقى باب الصراع مفتوحا على مصراعيه بين المجلس الوطني الكردي ذو الخط القومي وبيدي المحارب للقضية الكردية.